السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش قبل أي حاجة نصلي على النبي. أخينا ده جهز العدة بتاعته وخرم الحيطة تحت بير السلم ده. هو تقريبا عايز يعمل حاجة مجنونة شوية. هتشوفوا في آخر الفيديو هو بيعمل إيه. هو هنا بيقيس المسافة بينه وبين الشاشة. هو من الآخر عايز يعمل مكتب تحت بير السلم ده فضة زي ما انتم شايفين، وبيشيل الخشب وبيعمل كل شيء باحترافية كاملة. هو مش عايز يهد الدنيا، هو عايز يعمل فكرة كده غريبة. أنا مش فاهم إزاي هو بيفكر التفكير ده، وإزاي عايز يعمل مكتب في منطقة صغيرة زي دي، وإيه الهدف. هنا تحت السلم زي ما انتم شايفين، هنا بيطلع السلم وهو بيختبر هل السلم ثابت ولا لا، وبيوقع نفسه. لا لا لا، مش معقول السلم وقع يعني. طبعا اللي انتوا بتقولوه ده حاجات مكلفة جدا زي ما انتم شايفين، وبيبتدي يقطع الخشب ويدي مقاسات علشان يشوف هيعمل ايه. بيدعم السلم طبعا لان السلم هيكون محتاج دعم، وبالتالي بيحط اخشاب تانية علشان هيحط طبقات تانية من الفوم ويوصل الكهرباء اللي محتاجها عشان يعرف يشتغل. أخد المقاسات وابتدى يحط دواعم تانية للسلم، طبعا لأنه خايف السلم يقع عليه. يعني فكرة غبية، أنا مش فاهم إيه الهدف منها. بس ده المفروض ان ده ابداعي يعني. فالمهم خليك وراه لحد ما نشوف هيوصل لفين. المهم بيوصل طبعا اللي هي سلوك الكهرباء الاساسيه اللي هتكون موجوده في المكان ده. حط الفيش اللازمه لشغله زي ما انتم شايفينه بيركبها تمام. هنا بيقطع حاجه تشبه الفوم كده، عباره عن حاجه زي الخشب ولكن هو حاجه زي الفوم كده، وبيثبتها وسهل تقطيعها جدا بالكتر والكلام ده كله. المهم ان الماده دي بتحافظ على الخشب وبتدعمه وبتمنع ان هو تحفظه من الرطوبة، وبتحافظ عليه من حاجات كتير. هنا هو بيعمل فتحة علشان خاطر يدخل هواء للمكان أو يسحب هواء للمكان اللي هو قاعد فيه، يعني بالوظيفتين. وهيحط الشفاط ده ويثبته مكانه. وزي ما انتم شايفين هو وصل له الكهرباء من جوه وكل حاجة والموضوع جاهز. وهنا بيثبته بالمسامير زي ما انتم شايفين. عندهم إمكانيات. ودي الماسورة اللي المفروض يركبها هنا علشان تخرج أو تطرد أو تسحب الهواء من بره. هنا هو ركب زي ما انتم شايفين الشفاط من بره، هو بيركب المروحة. لكن لاحظ ان المروحة هنا كبيرة بتخبط في الجوانب بتاعتها، لازم تكون المروحة دي اقصر او اصغر شوية، وبالتالي هو هيصغرها علشان تشتغل. وهنا بيبتدي يحط المادة اللي هيدهن بيها المكان ده برضو، واللي هي عشان تحافظ على الخشب وتحفظه من الرطوبة وكمان من اي حاجة تانية. وبيبتدي يورنش المكان كله زي ما انتم شايفين، ما بيسيبش حتة غير وبتكون مدهونة حرفيا. ودي الأرضية بيدهنها برضو بمادة عازلة علشان خاطر ما يكونش فيها أي تسريب. هنا بيبتدي يعمل فكرة غريبة شوية. هو طبعا مش هيضطر في كل مرة ان هو يوطي علشان خاطر يدخل المكان ده. هو ببساطة كده هيعمل فكرة مش طبيعية، هيعمل حاجة تشبه الدرج. هيدخل ويخرج المكان ده زي الدرج حرفيا. هيعمل كده ستاند على الارض. هنا بيقيس الستاند اهو وبيشوف هيتعمل ازاي. الستاند ده يتحط عليه الارضية الكاملة، كل المكتب كامل، ويتسحب لبره ويدخل لجوه تاني. انا مش فاهم ازاي هو عنده الامكانية دي، بس يعني سبحان الله. المهم ان هو يوتيوبر مشهور وكان في قناة قبل كده وابتدى يعمل المحتوى ده. طبعا المحتوى ده بالنسبة لنا مكلف جدا، ده لما تكون حضرتك مليونير تبقى تفكر تعمله يعني. المهم هنا جرب يركب الخشب ده، ولكن لاحظ ان الموضوع مش ماشي معاه، فحط السمغ ده وبالمسامير، مسدس المسامير ده ركبه بيقطع الزاوية اللي انتوا شايفينها دي علشان يظبطها وتكون مناسبة للمكان اللي هتكون موجودة فيه. وبيبتدي يثبت كل شيء علشان يعمل الدرج ده. حرفيا هي درج، هيحولها لدرج. وهنا هو بيرشها طبعا وبيورنشها وبيظبط الخشب وبيظبطه علشان خاطر ما يكونش فيه أي تأثير عليه من الرطوبة، من غيره، من أي نقطة مية وقعت عليه يتعرض لأي شيء، ويحافظ عليه تماما. وطبعا ده بيسبب إن طول الخشب ده أو عمره بيطول، وبيكون ليه جودة وسهولة أكتر في التعامل، وبيحافظ على الحاجة والشغل طبعا المتعب. أكيد شغل زي ده مش رخيص أبدا. وبالتالي هو هنا بيجيب الدرج ده، أنتوا هتشوفوا الدرج ده بعدين، وهو بيحطه في المكان ده وبيثبت طبعا الخشب أو الحديد، القواعد الحديد اللي هيجري عليها رايح جاي، واللي هيكون لها دور كبير. هي الموضوع كله اصلا في قواعد الحديد اللي انتوا شايفينها دي، دي اللي هتقوم بدور زي. ايوه. وهنا بيجيب بقى الاماكن اللي المفروض هتجري فيها. هي مجري، عارفين انتوا الباب اللي هو بيجري ده اللي بيتزحلق ده بتاع الدولاب؟ هنا بالظبط هو هيعمل كده، هيظبط بالظبط القواعد اللي في الارض دي بحيث يجري عليها الاماكن اهي. بيثبتها هنا زي ما انتوا شايفين، وبيظبط الخشب وكل حاجه عشان يشيل القواعد وتكون متساويه ما يكونش فيها اي ميل. وهنا تدخل وتخرج بانسيابيه قويه جدا. وهنا بيبتدي يثبت القواعد اللي عملها بمسامير في الارضيه من تحت، في الخرسانه حرفيا. ارضيه خرسانيه موجوده من تحت زي ما انتم شايفين. هيبتدي يثبت فيها القواعد اللي هي بيجري عليها الجرار اللي بيسحب الرف اللي هو عامله ده. وهنا هو خلاص المفروض انتهى من الموضوع كله وثبته، وهيبتدي بقى يجرب الموضوع ده، هل هو هيشيله فعلا وهيشيل الوزن اللي هيتحط عليه ولا لا. وفعلا بيشيل الوزن، ولكن لما بيقعد عليه زي ما انتم
شايفين بيقرب من الموكيت قوي، وده بيخليه صعب. ده غير ان هو اصلا في الدخول اصبح فيه حاجه غريبه زي ما انتم شايفين، الموضوع صعب شويه. شوفوا كده الضغطه اللي بيضغطها في ميلان بسيط، وده بيسبب ان اللي ما بيدخلش الرف في مكانه بسهوله. هنا بيركب بقى حاجه كده تشبه الحائط كده، حاجه شيك، ولكن هو نسي حاجه، نسي ان هو مفاتيح الكهرباء، نسي يفتح مكان لمفاتيح الكهرباء، وبالتالي اضطر يفك اللي هو عمله تاني، ويبتدي يقطع من تاني من اول وجديد اماكن اللي هو عايزها دي بالقياس، ويركب تاني. وزي ما انتم شايفين بدأ يركب، وهي شكلها شيك جدا، وتعتبر يعني عازله للصوت بحسب التموجات اللي فيها دي، لو انتوا تفهموا في موضوع عزل الصوت ده. هو بدأ يركب السقف برضه، شكله شيك جدا مع إضاءة مناسبة علشان خاطر يدي كده طابع عصري جدا، ويبدو ان هو شيك حرفيا. يعني هتشوفوا حاجة هنا مش طبيعية. وهنا هو بيكلم صاحبه وبيقول له انا عايزك بس تتوقع انا عملت ايه، انت اصلا مش هتتوقع اللي انا عملته، فكرة مجنونة حرفيا. هنا بقى هو وصل لمرحلة عمل الكرسي اللي هيكون موجود عليه. طبعا ما ينفعش كرسي عادي لان المساحة واطية جدا وكمان ضيقة جدا، وبالتالي هو يعمل فكرة غريبة شوية. هو مش هيعمل كرسي بمعنى الكلمة، وإنما هو هيحول الرف اللي كان عامله قبل كده اللي انتوا شفتوه قبل كده لكرسي حرفيا، عن طريق إن هو يعمل له مسند كده، والمسند ده يكون متحرك. وما شاء الله انتوا شايفين الأدوات اللي عنده مش طبيعية، يعني ما شاء الله، يعني حاجة مستوى. احنا عشان نجيبها هنا احنا محتاجين ثروة حرفيا، وده اللي بيثبت بالمسامير، وده سامغ. المهم ان هو يعمل الرف ده ويكون متحرك، يروح ويجي معاه كده علشان برضه يقدر يريح لو حب يفرد ظهره زي ما احنا بنقول. وهنا بقى هو ركب كده الموضوع ده قبل ما يكون دهن او عمل اي شيء علشان يجرب. ثبت الرف زي ما انتم شايفين، وطبعا ده مش تثبيت، ده لسه هيتفك تاني كل ده وبيجرب. واضح عليه الانبساط جدا وانشكاح من الوضع اللي هو فيه، يعني تحسوه كده فرحان باللي عمله، مع ان انا بالنسبه لي شايف اللي هو عمله ده عبط، يعني اللي هو الفاضي يعمل قاضي. بس المهم هو ده ابداع من وجهه نظره، فخلينا. وهنا بيجيب بقى اللي هي السندات، او اللي هي الضاغط ده، بيضغط ده بالزيت ده علشان خاطر يكون ساند ضهره، يقدر يترفع لوحده ويجي لوحده. عارفين ده بيركب في الابواب كده علشان خاطر الباب ما يقفلش مره واحده، ما يترزعش. فانتوا زي ما انتم شايفين هو كده لما يرجع ظهره هيرجع معاه، لما يقوم المفروض ان ده يضغط ويقوم ظابط نفسه وظابط المسند ده تاني يرفعه لفوق بسهوله. بس انا مش فاهم هو هيحط الشاشه فين لحد دلوقتي. هو كده زي ما انتم شايفين اهو، كده المفروض ان بتاع ده بيصد نفسه، وهنا بيبتدي يحط بقى الحاجات اللي هو هيحطها دي، السنادات زي ما انتم عارفين. هو بيقيس ازاي تكون زاويه رجله موجوده علشان خاطر هو بعد كده هيحط المفروض الشاشه هنا، معرفش ازاي بس احنا هنشوف مع بعض. وبيبتدي بقى زي ما انتم شايفين ابتدى شغل العبقريه، وجاب لوح، والمعلم ناوي يعمل حاجه اكيد غريبه. وهنا ابتدى يقطع بعض الاخشاب. هو هنا بيعمل الزاويه اللي المفروض ان هو يركن عليها رجله في المكان ده، لان المفروض ان هو يكون قاعد قاعده صعبه شويه، ولازم حاجه تكون بنفس طول رجليه علشان خاطر رجليه ترتاح في القعدة، وكمان لأنه هيشيل الشاشة أو الكمبيوتر اللي يتعامل معاه. المهم هو هنا نجح يعمل الزاوية تمام، مبسوط من نفسه أهو زي ما انتم شايفين البصة دي شوية، بس هو مجنون. وهنا حط الخشبة اللي المفروض هيثبت عليها الزاوية، وعلى طول بيدبس وبيمسمر بدون أي حسابات. المهم ده واضح إن عامل مشكلة شوية. وهنا حط المثلث تمام وعمل الدبابيس ودخل، ولكن زي ما انتم شايفين في مشكلة حصلت. اللي هنا الرف الدرج ده ما بيخشش للنهاية، في حاجة في اللي هي التدريجة بتاعته وقفت الدرج ده ما يخشش لجوه. لازم بقى يفك المثلث اللي عامله ده من اول وجديد. وهنا بيقول ان في مشكله تقريبا في مسمار داخل جوه المجرى بتاع ايوه هو ده المسمار اللي كان عامل مشكله، كان بيدخل على المجرى اللي هو بتاع الدراج ده او يقوم قافل الموضوع. هنا رجع تاني لمكانه زي الفل، ما فيش اي مشكله ومبسوط، ودخل مساميره وظبط مكانه، ودخل نفسه تاني جوه وهو مبسوط تمام، وبيحاول يشوف اموره دلوقتي. وهنا بيبتدي يعوض بقى طبعا الكسر واللي عمله، لازم يحط حاجه كده علشان يقدر يدهن عليها، وبيثبت اللي هيعمل كمان ان هو يركب باب بعد كده، فلازم يكون في مكان يتركب عليه الباب ده. وبيحط الصمغ اللي انتوا شايفينه ده، وبيبتدي يظبط الامور علشان خاطر يثبت الخشب ده، وبيرتب الموضوع كله زي ما انتوا شايفين، وبيبتدي يمعجن علشان خاطر التكسير اللي انتوا شايفينه ده كله لازم يتغطى، لانه عايز حاجه يكون شكلها شيك وجميل. وبيبتدي يحط هنا الزينه اللي هيتحط عليها الباب. وعلى فكره هي تركيبها مش سهل، تركيبها صعب لان فيها زوايا كتير قوي وحاجات زي ما انتوا شايفين، لازم يقعد يقطع فيها ولازم تكون مظبوطه. وطبعا هو بعد كده هيمعجن ويظبط. وهو قبل كده كان عمل الفكره دي تقريبا في باب كان عمله على شكل مكتبه، فهو متعلم من اللي فات. وهنا قطع الجزئيه دي، والجزئيه دي كانت اصعب جزئيه عليه على فكره، لان هيتبقى منها جزء صغير جدا كده المفروض يظبطه ويقيسه، وهيعمل معاه مشكله هتشوفوها حالا. وهنا هو بيسبق بخطوة شوية.
انا مش عارف ايه اللي هو عمله ده، بس واضح ان هو فرحان بيه. يا سيدي عمله جيتار، احنا مالناش دعوه بالوهابه اللي هو بيعمله ده. هي دي الجزئيه اللي بنتكلم عليها، واللي عذبته حرفيا علشان خاطر يجيبها بنفس المقاس بالظبط. مع ان انا شايف بعبقريات ان الموضوع بسيط، يعني اخيرا نجح وقدر يعملها يا جماعه وثبتها، خلاص الموضوع انتهى. نرجع تاني هنا وهو بيجيب المقاسات علشان خاطر يقدر يعمل الباب، وبيدخل هنا الدرج ويجربه. ولكن هو بيلاحظ ان في مشكله على فكره، هو بيخش لجوه زياده عن اللزوم، وده بيخليه مش في المكان اللي هو فيه بالظبط. زي ما انتم شايفين بيرجع بالكرسي في المكان ده، لازم يرد نفسه لقدام. وكمان المفروض الكرسي فيه حاجة عايزة تتظبط برضه لأنه داخل ورا شوية. هنا بيحط خشب في المكان ده وبيثبته بحيث إن الدرج ده يثبت عند حاجة معينة. أيوه، يثبت هنا، هو كده هو في النص بالظبط. وكمان راس الكرسي ترجع لورا هتبقى موجودة في المكان ده. وهنا بيبتدي ياخد قياساته وبيقطع خشبه وبيظبط نفسه علشان خاطر يعمل الباب زي ما انتم فاهمين. وبيبتدي بقى ياخد المقاسات وكل حاجة علشان يبتدي تصميم الباب. وهنا هو بيقطع الألواح، ولكن بتقابله مشكلة. المفروض إن الألواح طلعت أقصر من اللي هو محتاجه، وبالتالي هو يقوم بفكرة ذكية وإن هو يطول الألواح دي عن طريق إن هو يعمل فيها حفر ويحط الوصلة دي ويلزم في بعض بغيرها. وزي ما انتم شايفين حجر، لكن المشكلة إنها طلعت أقصر برضه، لسه محتاجة تطول كمان. وبالتالي هو يحتاج يعمل حاجة دي تاني ويحط قطعة صغيرة تزود المسافة اللي ناقصاه دي. وهنا هو بيحفر بقى المجرى اللي هيكون فيه الإزاز اللي هيتحط جوه الباب، وبالتالي هو بيقيس مقاسات الإزاز بالظبط هيكون داخل جوه المكان ده قد إيه. وبيبتدي يركب الباب، بيورينا اللي هو عمله. زي ما انتم شايفين المجرى ممتاز، هو عنده إمكانيات صراحة، يعني الإمكانيات اللي عنده ممتازة. هنا هو هيحط برضو الوصلات دي علشان خاطر يثبت الباب. وزي ما انتم شايفين حط وصلات، هو بيلزقها بغيره، وطبعا الغيره عنده متوفره. زي ما انتم شايفين الحاجات دي مكلفه جدا بالنسبه لنا على فكره، يعني ما تستهونوش بالتكلفه اللي بتحصل دي تكلفه كبيره جدا لو ان حد فكر يعملها عندنا في مصر. بس في الاول وفي الاخر هي حاجه مجنونه، واللي مستعد بيعمل ده بيعمله. وبيبتدي يرش ورنيش طبعا على الخشب عشان يحافظ عليه قدر المستطاع من اي شيء يصيبه، من اي رطوبه، من غيره. وهنا بيجيب اللوح ده مش لوح ازاز، ده لوح كده يبدو ان هي ماده بلاستيك بس شفافة تشبه الإزاز، وهي دي المادة اللي هيحطها. على فكرة حاجة جميلة، يعني مادة زي دي أظن تكون ضد الكسر، مش هتكون زي الإزاز ممكن تتعرض للكسر وتعمل مشاكل كتير جدا. وبيبتدي يقطع على مقاسات الباب بالظبط. وهنا هو ابتدى يعمل مكان اللي هيكون فيه المفصلات، بما إن كل حاجة جهزت وكمان اللوح البلاستيك ده أصبح جاهز، فنبتدي نفكر في المفصلات. وهنا جاب اللوح ده وبيركبه في مكانه زي ما انتم شايفين. طبعا حط عليه مادة علشان تلزقه، وبيلحم الخشب عليه بغيره، وبيثبته علشان خاطر الخشب يلحم عليه ويصبح الباب جاهز للاستخدام. وهنا هو بيعمل فكرة مجنونة شوية، وهو إن بيبتدي يحفر في الباب، بس مش حفر مجرد شطف حاجة بسيطة كده من الباب، علشان هيعمل فكرة ذكية، وهو إنه يجيب قطعة نحاسية كده ويحطها في المكان ده. طبعا اللون لون ذهبي، لون الذهب، وكمان بيلمع جدا، وبالتالي هيدي شكل جمالي رائع للباب. وبيقصها بنفس الشكل اللي موجود في الباب ده وبيحطها مكانها. لكن طبعا القطعة دي هو مش عايز يثبتها بمسامير، ولكن هيجيب مادة لاصقة قوية جدا وهيبتدي يحط المادة دي، لأن هو مش عايز أي عيوب تظهر على القطعة النحاسية دي، وبيلزقها. وطبعا بعد اللزق ده لازم يثبتها، فابتدي يحط عليها القمط دي لفترة معينة من الزمن علشان تثبت في مكانها. ولما هيخلص الكلام ده كله هيبتدي يرجع تاني زي ما انتم شايفين ويشيل، وكده أصبحت ثابتة مكانها وما تتأثرش. ويبتدي يجيب الجهاز ده ويسويها مع الخشب علشان تبان كأنها جزء من الخشب، مش تركيب أو فكرة هو اللي عاملها. وبيركب الباب مكانه، وكده ممتاز جدا، ركب الباب وسلس جدا وبيجربه. وأصبحت القطعة اللي ضافها دي شكلها جميل. لكن دي مش المرحلة النهائية بصراحة، لسه طبعا هيكون في تعديلات كتير جدا هيقوم بيها. القطعة دي ذكية جدا، ولكنه هيضيفها علشان خاطر يثبت الكرسي على فكرة. زي ما انتم شايفين هيحطها للكرسي اللي هو عامله علشان يحدد مدى اللي هينزل ليه الكرسي، ما يبقاش الظهر ده بيرجع لورا خالص، وانما يبقى ليه مدى معين هو بيحدده زي ما انتم شايفين. وهنا يحط قطعة كده خشبية ساندها بحاجة زي الفوم او كده، علشان خاطر لما يرجع الكرسي لورا ما يحفش في الحيطة او اللي هي القطعة اللي محطوطة دي، لان دي تقريبا قطعة بلاستيكية. وبيبتدي بقى يظبط نفسه ويرجع دهاناته ويظبط كل حاجة عشان المنظر الجمالي زي ما انتم عارفين. ونبتدي بقى المرحلة التانية هنا، وهو هنا بيبتدي يعمل الرفوف والحاجات اللي تكون موجودة جنبه. زي ما انتم شايفين بيركب الرف وبيحط حتة الحديدة دي اللي يستند عليها الرف كله، وبيفكها تاني علشان يطمن على المقاسات وكل حاجة، وبيخرم الأماكن وبيوصل توصيلاته كلها جاهزة. بس المهم إن هو ما يقربش من الكهرباء اللي موجودة واللي هو وصلها في المكان ده. وفعلا ركب الرف وبيفك اللمبة، ومش عارف ايه الهدف من فك اللمبة. هيركب رف تاني كمان هنا، ورف أصغر، فبيركب الرف ده كمان وبيوزن بوزان مية عشان يتأكد إن الرف ده موزون. وده اللي هيحط عليه الحاجات اللي يستخدمها أثناء الشغل. وبيجيب حتة الخشبة دي وبيظبطها هنا،
قطعها على شكل الكرسي وبيبتدي يقيس ويقطع كده. دي البتاعة بتاع التنجيد. هو هنا يبتدي ينجد المنطقة دي علشان يعمل ظهر للكرسي اللي هو بيركن عليه، بحيث يعملوا تنجيد. زي ما انتم شايفين بيجيب بقى اللي هو ده فايبر على فكرة كده، شكله فايبر، ايوه، علشان يحطوا الفايبر اخف من القطن طبعا. فهو جايب تقريبا، اظن ده فايبر، شكله كده فايبر او قطن على فايبر. المهم زي ما انتم شايفين بينكد، بس برضو والله الشكل اللي عمله كويس مش وحش، والدبابيس ظاهرة وكل ده، واحنا نشوف في النهاية هو يقدر يوصل لإيه. وده الشكل النهائي اللي وصل ليه. وهنا بيبتدي يعمل بقى القعدة اللي هيقعد عليها. طبعا احنا عملنا الظهر، يبقى لازم نعمل مكان اللي المفروض هنقعد عليه. وهنا بيبتدي يظبط كل حاجة وعمل قاعدة تمام ومظبط أموره وخلص كل شيء. وهنا بيحط الكرسي والشلتة اللي عاملها تحت دي مكانها وبيدبسهم. بس في مشكلة، هي ظهور الدبابيس دي. وهنا هو بيعمل عيدان خشبية بنفس المقاسات علشان خاطر يخليها كحلية تغطي الدبابيس اللي هو حاططها. والمادة اللي دهن دي بيها دي لما تتعرض للأشعة دي بتجف على طول. وهنا بيحطها بيرش، أيوه، ويثبتها، ومعمولة بنفس المقاسات بالظبط عشان ما تكونش بارزة، وبالتالي بتدي شكل جمالي طبعا. وزي ما انتم شايفين بيرش المادة دي علشان تكون لازقة، وبيرش برضو بتلزق، ما بتاخدش وقت حرفيا، وبيكون الكرسي جاهز. انا مش عارف بقى هل الخشب اللي حاطه ده لما يجي يركن ظهره عليه، ما يعني الحشو ده برضو مش مغطي الخشب ده، وبالتالي الخشب ده يكون بارز، يعني يكون في ظهر الشخص اللي راكن عليه. وهنا هو ظبط نفسه تمام، وزي ما انتم شايفين حط كمان جزء كده من الحشو حطه تحت عشان يكون قاعد. وانا مش فاهم صراحة ايه الهدف من التعذيب ده. لو حد يفهم الهدف ده يقول لي، يعني هو ايه العبط ده؟ وبالنسبة لي عبط. المهم ان هو تقريبا ملقاش مكان، فهيحط الكمبيوتر فين بقى يا جماعه؟ هيعلقه في السقف. يعني لو جاب شاشه ولا حاجه هيعمل لها كده، ما هو مفيش ترابيزه، مفيش مكان لترابيزه، هيعمل لها حاجه كده تشيلها في السقف، وبالتالي يشتغل وهو نايم. انا مش عارف هو عايز يتعب نفسه ولا يريح نفسه بصراحه. انا شايف ان الموضوع ده تعب بصراحه، اجهاد جدا ان انا اعذب نفسي واعمل كده او اريح نفسي. مش عارف، بس هو خليك وراه، هو دماغه مريحاله كده فيلا. وهنا بقى بيركب ليدات، بيركب لمض ليد كده علشان طبعا تدي شكل جمالي ويبقى شكلها جميل ولذيذ في أثناء القعدة لو حب يقعد في جو رايق شوية. مش فاهم اللي هو عامله ده، بس هو جميل، ودي تقريبا عشان ياكل عليها. المهم هنا نرجع بقى للموضوع التاني اللي هو بيعمله، وان هو بيثبت الباب وبيسد الفراغات اللي كانت موجودة في الباب. طبعا الباب اكيد فيه فراغات موجودة، بس انا مش فاهم هو هدفه ايه. المهم زي ما انتم شايفين هنا بقى بعد ما ظبط كل حاجة وحط شوية ديكورات جميلة، شايفين المنظر عامل ازاي؟ طبعا المنظر من بره يبدو تحفة. لو احنا اللي هناك صراحة، لو انا دخلت المكان ده هتخنق ايا كان شكله جميل يعني. شكله تحفة وجميل والديكورات عطيله منظر، ولكن القعدة فيه خانقة جدا بالنسبة لي. المهم زي ما انتم شايفين وصلنا للنهاية، ووصل للشكل الجمالي اللي انتم شايفينه ده. وهنا بيعرض فيديو الحاجة اللي كان بيمر بيها. زي ما انتم شايفين بقى المرحلة النهائية هنا، شكل المكتب اللي عمله تماما، ودي بعض الديكورات برضو الجميلة اللي حطها. هنا هو بيفتح الباب وبيعرض علينا الموضوع من بره، ما يبدوش بالجمال الفخامة اللي كان جوه. هنا الكرسي طلع زي ما انتم شايفين، وهيقعد على الكرسي بنفسه، هيبتدي يجر نفسه لجوه زي ما انتم شايفين. والمهم قعد ريح نفسه، وهيسحب كمان بعد كده اللي هي لوحة المفاتيح اللي هو عاملها، المكان اللي عامل لوحة المفاتيح، ودي الشاشة، وهيقفل على نفسه الباب. ايه رأيكم؟ ده جنون ولا عبقرية؟